السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاجر الاستثمار الداجني. كان حد من أحد عملائنا طلب مننا نعمل له لوحة 4 مرحلة. طبعا احنا والله آه، يعني بعد شبه مباحثات طاحنة علشان نطلع بلوحة تبقى بالتناسق وتبقى بالتنظيم اللي احنا عملناه في اللوحة دي. طبعا احنا هنا المميز معانا برضو ان احنا ضفنا كونتاكتور على كل مخرج في اللوحة، تمام، علشان العميل يزود الحمل براحته. طبعا الباشمهندس شغال بيقفل في اللوحة. احنا يعتبر شبه انتهينا منها. طبعا احنا هنا اللوحة دي طبعا ده الدخول بتاع اللوحة، وده هنا المخرج. ايه ده باشا؟ ده مخرج التهوية. مخرج التهوية. ده مخرج تهوية بالظبط التهوية. احنا هنا انا كنت قلت للباشمهندس يعمل لنا مخرجين، مخرج للبنات ومخرج للشفاطات اللي هي الخاصة بتجديد الهواء. دي اخر مرحلة. طبعا بنقفل المسامير بالدريل علشان ايه يبقى الوقت اسرع يعني. طبعا ان شاء الله اللوحة دي هنطرح منها كمية في السوق ان شاء الله. احنا دي عينة تيست او مش عينة تيست، طبعا احنا في الشغل اللي بيطلع من عندنا الا وبنختبره، لكن اللوحة دي السيستم ده احنا اول مرة نعمله. لوحة لأي حد بياخد مننا هيتر كهرباء وعنده التدفئة مش عاوزها على اللوحة، لأن هو واخد مننا مثلا الهيتر ده بيكون مع لوحته. فمثلا لو حد مثلا طالب مننا هيتر بلوحته فبندي اللوحة دي سعرها اقتصادية. اللوحة دي اقتصادية جدا وسعرها حنين خالص، لأن هي ايه مقارنة باللوحات اللي في السوق. طبعا حتى اللي ناخد بالنا ان احنا هنا اللمبات كلها عاملينها على خط واحد عشان تدي سيمترية تامة، يعني يبقى اللوحة يبقى شكلها حلو ووضعها حلو. شغل كده يا باشا، نسمي الله ونشغل. الاسلاك بس مش لامسه بعضيها صح. كده اللوحه بعد التشغيل. طبعا المفتاح ده مفتاح ايه ده؟ ده مفتاح الخلية، مفتاح الخلايا الغواطس، وده مفتاح الشفاطات الخاصه بالتبريد. ناخد بالنا اول ما عملنا كده التايمر بتاع الخليه اشتغل، لان هم مربوطين مع بعض، لكن مش هيدي كهرباء في الحاله دي. طبعا احنا هنعمل فيديو تفصيلي للوحه، ان شاء الله. بس دلوقتي ده فيديو سريع عن ايه، عن وضع اللوحه بصفه عامه. سامعين التكه بتاعت الكونتاكتور؟ بسم الله ما شاء الله. كونتاكتور يعني كونتاكتور حمله عالي جدا. طبعا اللوحه دي لو حضرتك مربي وهتستخدمها في التبريد، اللوحه دي تكفي معاك لحد عنبر 200 متر. حد يقول لي ازاي؟ طبعا حمل اللوحه ده انا مسؤول عنه. لو عنبر 200 متر مثلا هيحتاج كام خليه؟ مثلا هيحتاج وليكن 3 خلايا، تمام، 3 متر في متر، تمام، او 3 متر في متر ونص. طب كل خليه 3 متر في متر ونص بتحتاج غطس نص حصان. يعني اللوحه دي لو انت هتوصل عليها 3 غواطس كل غطس نص حصان، اللوحه دي انا مسؤول عنها، هتبقى حصان. يعني اللوحه دي احمال حصان ونص. ده في التبريد. ده لو انت حد مثلا عنبرك 300 متر، تمام. طبعا احنا مسؤولين عن شغل اللوحه دي ومسؤولين عن ايه، عن كفاءتها، تمام. طبعا لمبه ايه دي تدفئه صح، ودي لمبه تبريد، ودي لمبه ايه تبريد. الفجر اسمه الداجني.